ما هي رؤيتك لمستقبل الصراع الطائفي الذي يتوسع أفقيا وعموديا في المنطقة بعد اندلاع الأزمة السورية وتمددها في العراق؟ هل سينتهي إلى حسم طرف الصراع لصالح جهة على حساب أخرى؟ نعم، أنا أعتقد أن الشيعة سيصلون إلى نقطة هي تشبه مثل الموجات التي تقف في بركة، وأنا أعتقد أن النظام السوري سيفنى بإذن الله، والمجاهدون سيحصلون على أهدافهم. ويجب أيضا لا نكون خياليين ونتصور أنه هذا سيشكلون دولة عمرية. أيضا ستكون اختلافات مثل ما صارت في أفغانستان بين حكمة يار ورباني أو بين الجمعية والحزب وجماعات أخرى، لكن أعتقد هكذا. وحزب الله سيصغر أكثر، والحوثيون سيعودون إلى صعدة، ليس عودة كلية كما كانوا لأنهم أيضا ظلموا، سيكونون في مناطقهم ثم يصلون إلى نقطة توازن بحيث لا يستطيعون أن يكثروا من المد أكثر، فيبدأ التوافق مع الآخرين. والإيرانيين أعتقد أن إلى أن يسقط بشار أسد ونظامه ستكون سوريا بالنسبة لهم استنزافية، والغرب سيسمح لهم هكذا بأن يمدوا النظام، والنظام ساقط لا محالة بإذن الله تعالى، فتكون حرب استنزاف للإيرانيين، ولذلك اقتصادهم سينهار. الآن فيها 13 مليون تحت خط الفقر، فيصير مثل الاتحاد السوفيتي السابق، يجرونه إلى حرب، سباق في الحرب. هم عندهم تكنولوجيا حديثة، هم يستطيعون مثلما أتعبوا الاتحاد السوفيتي سيتعبون الإيرانيين، والإيرانيين سيضطرون. إذا كان الإمام الخميني قال أنا سأشرب السم وأنا مضطر، وحسن روحاني يقول استخدم القوة الناعمة خير من تهديدات محمود أحمدي نجاد، فأنا أعتقد أيضا هم سيقفون عند حد بإذن الله.